الناس دي باعت اكتر من 830 الف طن مكرونه، باعوا اكتر من 50 الف طن كبده مستورده، اكتر من 45 الف طن سجق مستورد على مدار مسيرتهم في العمل. انا يا بختي جعان؟ بتيجي ناكل. انجز بسرعه انا جعان. جعان اتنازل لملك كيلومترين نصفين وحطهم في قلب الميه وكلهم. جمهوري الجميل، مساء الفل والخير والسعاده عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير يا جميل منك له لها ليهم. حبايب قلبي عاملين ايه؟ راجع لكم النهارده بحلقه ناريه. ايه الجمال وايه الحلاوه وايه الشياكه دي. الحلقه دي انا عايز اخليها بعنوان دلع كرشك وهين قرشك. يعني اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. هو لما الموضوع بيتعلق بالاكل عارفين الغيب ايه بالظبط يعني، بس تمام. ف محل جميل قوي 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 وبحبه وباكل فيه من وانا عيل في ابتدائي كده وثانوي وبموت فيه. المحل الاكثر شهرة في وسط البلد، مفيش حد بيعدي في وسط البلد الا وعارف مكرونة بابا عبده. اجمد مكرونة في وسط البلد والاحياء اللي حوالين وسط البلد كلها. راجل خطير، راجل مفيش منه، راجل رائد من رواد المكرونة يعني هو لو دورت على جذوره واصله اساسا هتلاقي رجل ايطالي اساسا اكيد يعني بتاع مكرونه مش محتاجه بس مش محتاجة حاجة يعني. فلا، وما بيعملش مكرونه بس، بيعمل مكرونه بالصلصه وبيحط عليها بص الجمال. ادي سجق، ادي كبده، ادي سجق. نبدا بمين؟ كبده سجق كبده سجق كبده. الراجل بيعمل شغل عالي جدا وعنده الاحكام. بص بالصلاه على النبي، يعني تعالوا قارنوا اللي بيعمله ده بريزو مثلا. انتوا متخيلين؟ يعني ده قد ريزو 4 مرات 3 مرات. لما تاكل عنده لازم تبقى لابس جلابيه عشان الكرش يتوسع براحته ويعمل اللي هو عايزه. بس انك تاكل بقى كده وانت لابس بنطلون، لا، ممكن السوسته تضرب منك، ممكن الزرار يضرب منك. فما انصحكش، لا ينصح بلبس البنطلون وانت بتاكل الاكل ده. البس جلابيه علشان ايه؟ كله يسرح مع بعض بس. فالناس دي رواد من رواد صناعه المكرونه في منطقه الشرق الاوسط. الناس دي باعت اكتر من 830 الف طن مكرونه، باعوا اكتر من 50 الف طن كبده مستورده، اكتر من 45 الف طن سجق مستورد على مدار مسيرتهم في العمل. خلاص، كانوا بيبيعوا سنوي اكتر من 80 مليون طبق. يعني كأن كل فرد من افراد الجمهورية كان عندهم قبل كده، ويعرف مين بابا عبده، ويعرف عبده ذات نفسه، وياما شال عبده على رجله وعملها وراح غير البنطلون وجاب له طبق تاني. فناس منتشره جدا. وخلي بالكم طبعا الموضوع لا بيحتاج سبونسر ولا غيره. الناس ده الله اكبر على قلبها قد كده فلوس وعز وعماير. ده في ناس كتير قوي جوه. المحل ده فتحه بره وعتب كده. يعني لا هم جايبين نعمل لهم سبونسر ولا غيره، ده هم الله اكبر على قلبهم قد كده يعني. مش محتاجه اساسا. بقول لكم 830 الف طن مكرونه. يعني لو تعرفوا مصانع الانتاج الحربي بتاعت المكرونه بتنتج لها اكتر من 100 الف طن سنوي. فتخيلوا انتوا هم كانهم انتجوا منتج المكرونه بتاع جمهوريه مصر العربيه لمده 8 سنين. هم استهلكوهم طول فتره ال 50 سنه اللي فاتوا وهم شغالين وبيملوا كروش المصريين. بقالنا حبه كتير بنحلي وبنعمل فيديوهات تحليه. فنفسي موعت اعمل ايه؟ خش على بابا عبده المتين الكبير الشديد. طبعا الطبق ده ب 55 جنيه وبيضيف لك عليه الاضافه الشديده دي بتاعه الكبده والسجق. تمام؟ في بيبدا من اول 30 35 40 45 والكينج سايز 55. طبعا لو تفتكروا ريزو كان ب 60 جنيه وكان يا دوبك ربع الحجم ده ولا حاجه. فعلى طول تختار المصري.
تختار اللي يملى كرشك ويخلي كرشك مدلدل قدامك. يلا بقى نبدأ. يلا بسم الله. بسم الله. يا جماله يا جماله يا ده دي عايزه اللي هي الاغنيه بتاعت ايه؟ انا عظمه انا جامد انا شديد انا هضبه. هوبا عظمة انا سميت انا جامد انا هضبة. هم دي. هو ده. تخيلوا انتوا لو المكرونه بتغني تقول كده انا عظمه انا جامد انا شديد انا هضبه. المكرونه بتاعتهم جميله قوي يا جدعان. بيسووها ازاي كده وبيروقوا على حالها ازاي كده وبيعملوا اللي بيعملوه ده ازاي الله اعلم. والمكرونه الاسباجيتي بتاعتهم يعني المكرونه اللي عندنا لما بتيجي تسلقها بتلاقيها سمكها اقل من السمك ده. بص السمك هنا عامل ازاي. بص السمك هنا عامل ازاي. يعني تحسها عدت السنتي كده. سمك كبير جدا. الناس دي ملوك الكبده. ملوك المكرونه بالكبده. يعني حيثما ذكرت مكرونه بالكبده ذكر بابا عبده. اديله معلقه تاني كده. اديله معلقه تاني كده. واديله كبده في الوش اهو. وادي كبده اهو. انا مش عارف اوصف الشعور ده بايه. انا في الجنه وباكل مكرونه جنواتي ولا ايه؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الشياكه دي؟ الملح مظبوط، الفلفل مظبوط، كل حاجه مظبوطه. يعني على الابو اللي ينافسكم يا اخي في الشغلانه دي ويروح يعمل معاكم مكرونه بالكبده. لازما كل المكرونه بالكبده اللي تبقى في الدنيا من عندي بابا عبده، عشان ده هو الايه المختص فيها. دكتور المكرونه بالكبده. ندوق بقى بالسجق. والله السجق بتاعهم برضو حلو. واحلى حاجه في الشغلانه دي كلها ان هو لا مزود ملح ولا مزود فلفل ولا مزود توابل. الحاجه على الله خالص. وهو عنده السحب اللهم صل على النبي. انت بتبقى واقف بتلقى 30 40 واحد بيشتري معاك في نفس ذات اللحظه. بقول لكم واحد بيبيع 80 مليون طبق سنوي سنوي. انتوا متخيلين؟ انتوا مدركين الحجم بتاع المشكله كبير وعويص ازاي؟ بقول لكم 830 الف طن مكرونه اتسلقوا عنده. 18 مليون لتر ميه. تخيلوا انتوا سلق مكرونه في 18 مليون لتر ميه. كتير جدا جدا. دول ما بيسلقوش بالحله والحلتين، لا بيسلق له بالمتر المكعب كده. متر مكعب ايه مكرونه. فهو دماغه كده. راجل دماغه عتال مكرونه. مالوش هو ما عندوش في المكرونه مرحمين بس. لينا ملاحظه صغيره يا عبدو بيه. يا بابا عبدو بيه. احلى واحد يعمل مكرونه في وسط البلديه. يا ريت وهو بيعمل. يعني انت دلوقتي عملت مكرونه سباكيتي وعملت مكرونه بنه. فيا تخليك كله يعني البنه بتبقى صعبه شويه في اكلها. فخليك كله على السباكيتي وخلصنا. بس يعني دي الملاحظه البسيطه. ولكن كل حاجه حلوه وكل حاجه جميله. يلا ان شاء الله نشحت كده بس نجيب بابا عبده اهم حاجه. بس واللي انت شايفه صح اعمله برضك. يعني ده راي ثانوي. عايز تمشي عليه امشي. مش عايز تمشي عليه خلاص يعني. خلاص انا عمري ما هعارضك. عمري ما هقول لك لا. عايز اقول لكم انه في جنبي جيش قطط عايز ياكل من بابا عبده. وانا اقول لهم مياو مش هتاكل. دي معناها كده يعني. حاجه يا جدعان فاخر من الاخر. واوعى واتاخر لبابا عبده. فانه بابا عبده ملك المكرونه في الجمهوريه. مش مستاهل قوي كده ان انا اقول لك فين بابا عبده. هو في شارع طلعت حرب في وسط البلد ورا العبد. بس حاجه اللهم صل على النبي. يعني ما في نار على علم. هو شارع بابا عبده اساسا. يعني اقول لهم فين شارع بابا عبده هتلاقي بيوصلوك على طول. بس
فناس رائدة وناس معلمة وناس أتقنت صنعتها وناس بتختار مواد خام نظيفة، وبناء عليه ربنا كرمهم وبعت لهم خير لا له أول ولا آخر، وبقت الدولارات والاسترليني والين وكل العمل الصعبة دي موجودة عندهم هم، وعشان بياكل من عندهم كل السياح. فيا رب ابعت لنا، يا رب ابعت يا رب. ناخد لنا بقى دلوقتي معلقة مكرونة بالسجق ونشوف هل هي الأحسن أم المكرونة بالكبدة. تعالوا. طبعا الجماعة المتعصبين اللي هم بيحبوا الأهلي والزمالك لما تروح تأكلهم بابا عبده هتلاقيهم انقسموا قسمين. قال لك لا أنا تيم كبدة والتاني أنا تيم سجق. فيا ترى مين الصح فيهم؟ يا ترى يا ترى. يعني أنا مش متعصب، ولكني أنا هاخد تيم كبده، ولكن تيم سجق جميل برضو قوي. وانا حتى لما رحت طلبت الاثنين، ما طلبتش واحد بس. فده دليل على مدى تسامحي مع باقي اللحوم. فانا متسامح مع كل اللحوم واحب كل اللحوم. فتروح تطلبه بالكبده، تروح تطلبه بالسجق، كله حلو وكله يخليك مزاجك فوق فوق. فما روح كل من عنده على طول بس. وبالنسبه بقى للجماعه اللي بيجيبوا ريزو، يعني اعيدوا النظر في الموضوع ده يا جماعه. فكروا اكثر من مره قبل ان تتخذوا هذه الخطوات الحمقاء، لان من لا ياكل بابا عبده فايته كتير قوي. يلا اشوفكم في حلقه جديده، وباي والسلام عليكم. وسيبوني بقى اكمل بقى بروقان بقى.